ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في سبوتايه مدريديه بعد ماتش فياريال، وريال يفوز على فياريال 3-1. بصراحه المكسب فيه ايجابيات كتير جدا، زي عوده فينيسيوس جونيور. فينيسيوس اللي شمينا 50% و60% من مستواه النهارده، ورجع بيلعب 1-على-1، سجل جول وجاب ضربه جزاء. مكسب مريح، استحواذ كبير جدا 69%، 26 تسديده على الجون تقريبا، 11 12 اون تارجت، فرص كتير ضايعه من مستنتونو ومن امبابي ومن جولر، وتسديدات بالجمله في الشوط الاول. ولكن في كل الاستحواذ ده وفي كل الضغط ده انت لسه عندك مشاكل دفاعيه كبيره جدا. التشكيل النهارده كان طبيعي جدا في ظل غيابات الباك اليمين. فالفيردي ابتدى باك يمين، جنبه ميليتاو وهويسن وكاريراس، وطبعا كورتوا في حراسه المرمى. نص الملعب تقريبا كان سمعنا، فلعبنا بسيبايوس وشاوميني وجولر، الثلاثي الثابت. ودي احسن حاجه بيعملها الونسو دلوقتي، ان هو مثبت الثلاثي الامامي. ماستانتونو اللي بياخد ثقه اكبر واكبر واكبر، والراجل بيبان مجهوده في الضغط وفي استرجاع الكوره، وبيحاول 1-على-1. لسه مش ماشيه معاه بس بيحاول، وفي كوره ضيعها كانت مهمه جدا. وكيليان امبابي هداف الدوري وهداف اوروبا السنه دي ان شاء الله. وفينيسيوس جونيور عائد لمستواه، واللي لو فينيسيوس رجع لمستواه مع فورمه امبابي دي، صدقني هنتعب ناس كتير قوي، وفي ناس كتير دفاعيا هتعاني مننا قوي، منهم طبعا الغريم الكلاسيكو وبرشلونه اللي جاي كمان اسبوعين او 3. الشوط الاول كان رتمه بطيء جدا، في تسديدات وفي فرص، ولكن الريتم كان بطيء. كانت تحس كده رغبه الريال في الفوز مش كبيره، او في تهاون او في دلع. ولكن الماتش كله كده بيتمحور في مشاكلك الدفاعيه ومشاكل نص الملعب. مشاكلك الدفاعيه ان الريال بيتعرض لفرصه محققه يشيلها كورتوا، انفراد تقريبا من بعد نص الملعب، مهاجم فيا ريال بيعدي ما بين الاثنين مدافعين كاريراس وميليتاو الحمد لله استخدم ذكائه وما اتطردش، ولعب على تشانس ان كورتوا يشيل الانفراد ده، وفعلا كورتوا قدر يشيلها. بس الفكره ان الانفراد ده خامس سادس انفراد اشوفه في خلال شهر بالمنظر ده على ريال مدريد. شفناه في مارسيليا مع اوباميانج، شفنا هدف مارسيليا كان قريب من الطريقه دي وقريب من المنظر ده، غلطه برضو من نص الملعب. شفنا بنفس الغلطه بنص الملعب دي من فالفيردي في ماتش اتلتيكو مدريد، انفراد يطلع كريزمان يحط الهدف الخامس. وشفناها النهارده بفرصه ضايعه من فياريال في الشوط الاولاني بنفس المشكله. يبقى عندك مشكله كبيره قوي في نص ملعبك ودفاعك في الارتداد لما الكره بتروح منك، وده انا شايف اهم مشاكله رقم 6، اللاعب اللي بيلعب ديفندر رقم 6 شاوميني اللي انا شايف ان هو صفقه احنا ضحك علينا فيها بصراحه. الراجل كنا جايبينه على اساس ان هو كازيميرو عصره ويعني وزمانه، مع الاعتذار لكازيميرو طبعا، هو بنفس مواصفات كازيميرو بس لا هو بكواليتي كازيميرو ولا خبرته ولا اي حاجه. وطبعا ضعف كواليتي نص ملعب ريال مدريد بالكوره جنب شاوميني هو اللي مخليه كمان اسوأ كده. الراجل بتجيله الكوره كتير تحت رجله. كازيميرو ما اظنش ان كان بيمسك الكوره بالمعدل اللي بيمسكه تشاوميني في نص الملعب. يعني كازيميرو كان معاه كروس ومودريتش، كان معاه اتنين لعيبه بيفضلوا محافظين لك على الاستحواذ لفتره كبيره جدا. كازيميرو كان دوره قاطع للهجمات وديستروير. تشاوميني لا، تشاوميني كوره بتفضل في رجله وساعات بيعمل غلطات كارثيه وبيطلع بالكوره غلط. في كوره فوتها ما بين رجليه مش عارف كان بيفكر في ايه، رجعت عليك مرتد. ودفاع ريال مدريد هويسن وميليتاو لسه ما اقدرش اقول هم دول اللي مطمنيني، وهم دول الثنائيه اللي تريحك وتطمنك من اي هجمات مرتده بالمنظر ده. اي حد سريع بيعدي زي السلام عليكم. الشوط الثاني ريال بينزل ضاغط، فينيسيوس بيفضل فورمه وبيعدي الباك بتاع فيا ريال وبيرقصه وبيسجل هدف اول، تخبط في المدافع وتخش. ولو في ايجابيه مهمه جدا هي ايجابيه فينيسيوس اللي بترجع له الثقه شويه، وكمان الحركه الجميله والسلكان من كده امبابي اللي بيسيب له ضربه الجزاء عشان يسجل الهدف الثاني. ما تعملهاش تاني يا امبابي، لان فينيسيوس سيء جدا في ضربات الجزاء، ولما بيحط ايده على الكوره ويبقى داخل يشوط ضربه جزاء انا بحط ايدي على قلبي. هو بيحط ايده على الكوره انا بحط ايدي على قلبي، لان قراره في تنفيذ ضربه الجزاء واختياره للزاويه وتنفيذه لضربه الجزاء شفتش اسوأ من كده بصراحه. من ايام ما كان بيسجل من السنه اللي فاتت وجايب جون في برشلونه في السوبر وجايب جون في برشلونه في الدوري وكانت بتمشي معاه. التغييرات بقى بعد 2-0 تشابي الونسو متهيالي غلط في التغييرات تاني. هو طلع اردا جولر وطلع سيبايوس، منزل كامافينجا ونزل بلينجهام. تشاوميني فضل موجود في الملعب ليه؟ كامافينجا هو بديل شاوميني، كامافينجا هو رقم 6، كامافينجا مش لاعب رقم 8 خالص. فلقينا الريال بيتعرض لهجمات مرتده وبيخش فيه جون من على ال 18، لا تشاوميني موجود ولا كامافينجا موجود، وحاجه في منتهى العبث. بعد كده يتم اشراك ابراهيم دياز اللي عمل ربع ساعه او 12 دقيقه محترمين جدا، وعمل جون لمبابي. صراحه مش عارف دي يعني اثار منه ولا قله ثقه في نفسه. الراجل كان ممكن هو يسجلها وهو محتاج جون زي ده، زي ما سجل في دوري الابطال، لا بيحطها لمبابي عشان مبابي يزود رصيده من الاهداف في الدوري الاسباني. رودريجو يلعب 5-6 دقايق حلوين مش وحشين،
ويتضرب يتحسب له ضربه جزاء، ولكن الحكم ينفض لها والحكم يعمل نفسه مش شايفها. عشان في المجمل كده الريال نشيط هجوميا، ولكن عندك مشكله في نص الملعب وفي المرتدات، ودي مش اول مره تظهر. واحنا داخلين على فتره صعبه، انت داخل بعد كده بعد التوقف الدولي داخل على ماتشات زي برشلونه، زي ليفربول، زي رايو فايوكانو، زي فالنسيا حتى. فالموضوع لازم يتحل من دلوقتي، لازم تقرر دلوقتي هل تشاوميني لو هو الاساسي بتاعك رقم 6 لازم يبقى عندك 2 لعيبه كويره يحافظوا على نص الملعب. لازم بلينجهام يفهم ان هو خلاص بقى لاعب نص ملعب، مش لاعب لا فولس 9 ولا رقم 10 ولا محتاجين منه اي تسجيل للاهداف. لازم يكون دوره في نص الملعب اقوى من كده، هو واردا جولر هما اللي بقى اللي يحافظوا على الكوره في وجود تشاوميني، او كامافينجا يكون هو اللاعب رقم 6 اللي يقدر يحل لك المشاكل دي كلها، خصوصا ان هو سريع وخفيف وتدخلاته كويسه، عنده تهور شويه بياخد انذارات كتير ولبسنا ضربات جزاء السنه اللي فاتت، بس الامل ان هو يتحرك بقى ويتطور ويتغير مع الونسو. فانا بالنسبه لي هو مكسب جيد ولكن غير مطمئن اطلاقا، لان عندك مشاكل دفاعيه بتظهر وبتزيد ماتش بعد ماتش، ونفس غلطات اتلتيكو انا شفتها في ماتش فيا ريال، بس مع اختلاف المنافس ومع اختلاف الملعب ومع اختلاف حاجات كتير قوي.